النهارده السيد الوزير وزير الداخليه اللواء محمد ابراهيم قام امس بجوله غير مسبوقه بمحافظه بني سويف والفيوم، قابل خلالها المواطنين وشارك في حملات امنيه، والتقى بضباط مديريات امن الفيوم والمنيا وبني سويف، وبعث خلال الجوله برسائل عديده للضباط وللشعب وايضا للخارجين على القانون. نشوف التقرير نرجع تاني. في مبادرة مبتكرة لاستعادة الانضباط الأمني خارج القاهرة الكبرى، شارك اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في حملة أمنية بمحافظة بني سويف، وذلك خلال زيارة ميدانية للمحافظة شملت لقاءات بالمواطنين في الشارع. ده أنا عايز الشعب كله معايا. أول مرة وزير يمشي في الشارع بهذه الطريقة. ادي لظباطك المدد، اديهم القدرة على التصرف. لهم عشان كده. انما الامور دلوقتي معلش، بس دلوقتي هتلاقي في عربيات تانية هتطلع على الطرق، وفي هنزود أول بأول. يا ريت المناطق الشعبية، وإن شاء الله هتحس بيها وهتقولي فعلا الأمن موجود. وعقب الجولة عقد الوزير لقاء بضباط مديريات أمن بني سويف والفيوم والمنيا، شدد خلالها على ضرورة حسن معاملة المواطنين وإعادة الانضباط فورا. فإذا الأمن استقر إن شاء الله هيبقى في سياحة، في استثمار، في إنتاج، في هننتج ونصدر، كل ده يعود للدخل القومي، وبالتالي ينعكس على المواطنين ويرفع من المستوى المعيشي، لأن دي مرحلة انتحارية ومرحلة لازم إن شاء الله بربنا وبيكوا وبالناس نعبر المرحلة دي لبر الأمان عشان نحقق الاستقرار اللي مصر طول عمرها بتنعم بيه. أنا دلوقتي عايز زي ما بقول النهارده بتعامل مع المواطنين، عايز المواطن معايا، عايز يكونوا يعني قريب مني ويساندني، والناس دي لو أخلصت، في ناس كتير النهارده في اسكندرية، في الغربية، وفي القاهرة، وفي الجيزة، كان الناس المساعدة أهالي لها دور إيجابي رئيسي. وفي رحلة العودة توقف الوزير في محافظة الفيوم وتفقد عددا من النقاط الأمنية والأكمنة، وحاور المواطنين وطمأنهم على مستقبل بلادهم. إن الأمن مش هيشمل لا القاهرة ولا الجيزة بس، ولكن هيشمل ربوع مصر. وحضراتكم عارفين إن الأمن لو استقر كل الأمور هتستقر. عشان نعيد الاستقرار في مصر لابد من 3 محاور. المحور الرئيسي اللي هو الجهود الأمنية وعطاء بلا حدود في الأمن، يدعموا ويساندوا المساندة الشعبية من خلال تعاملنا مع الشعب لأن عايزه جنبي، والمساندة الإعلامية. لو اجتمعت المنظومة دي إن شاء الله في زمن قياسي هنعبر بالبلاد لبر الأمان، هيتحقق السياحة والاستثمار والعجلة الإنتاج تدور والاقتصادات تنمو، كل ده هيعود بالنفع في الآخر على المواطن المصري. جولة الوزير في بني سويف ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في سلسلة فعاليات بمختلف أنحاء مصر، وسط تصميم حقيقي على أن الأمن حتما سيعود والاقتصاد لا بد أن يزدهر. ياسمين الضوي، 90 دقيقة، قناة المحور. النهارده حزب النور السلفي قدم بلاغ رسمي لإدارة مكافحة جرائم الإنترنت في وزارة الداخلية ضد صفحة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمصر، واتهم الحزب منشئ الصفحة بوضع الشعار على صفحة الهيئة بالمخالفة للقانون. وطالب حزب النور من وزارة الداخلية الكشف عن هوية الأشخاص الحقيقيين اللي أنشأوا الصفحة، واتهم الحزب كمان منشئ الصفحة بمحاولة تشويه سمعتهم بعد حصولهم على المركز الثاني في المرحلتين اللي فاتوا من انتخابات مجلس الشعب. على الجانب الآخر قدم المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بلاغ للنائب العام ضد أصحاب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اتهمهم بتهديد أمن البلاد والاستقرار الأمني والدعوة إلى التفرقة بين أبناء الشعب المصري الواحد، وبث الذعر والخوف والقلق لدى نفوس الشباب، وأن ذلك يؤثر تأثيرا مباشرا في الاقتصاد الوطني. معي على التليفون المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، والدكتور هشام أبو النصر عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي. مساء الخير. نجيب مساء الخير. حضرتك الله يخليك. دكتور هشام معانا؟ ايوه يا فندم. طيب ابدا بالاستاذ نجيب. البلاغ اللي قدمته يا استاذ نجيب كان ضد افراد بعينهم ولا بلاغ مفتوح؟ والله شوف، كل من روج لهذه الفكره حتى اصبحت موضع التنفيذ. لان القانون بيقول كل من روج او يعني امر بامور معينه تخالف النظام العام او تقوض النظام العام في مصر
او تهدد الامن او تهدد الاستقرار او تستلب سلطه الدوله، فمن حق اي مواطن ان يتقدم ببلاغ في هذا الشان. انا دلوقتي جات لي دعوات كثيره جدا وجات لي عده شكاوى، من ضمن هذه الشكاوى مثلا يعني بعض مواقف النقل الخاص فيما يتعلق بالميكروباصات. الناس تعرضت لاصحاب هذه السيارات وقالت ان لازم يكون في فصل بين الجنسين، يكون في فصل عربيات للبنات والسيدات وعربيات للرجال. برضو دخلوا بعض محلات تبيع يعني الملابس، ولابد ان يكون في فتيات محتشمات ولازم تغير واجهه المحل، ما تعرضوش الملابس دي بالنسبه للسيدات. برضو على في بعض الجامعات ملصقات يقولوا ان الطلبه لازم يتفصلوا عن الطالبات في اماكن المحاضرات. الحقيقه انا شايف هذا الموضوع يعني ممكن يعني ان هم يؤثروا على البسطاء من الناس ويستفحل هذا الموضوع، ونحن بهيئه داخل دوله واصبح الامور بيهدد الاستقرار الامني ويثور الذعر بين الناس. هذا بالاضافه الى من الذي اعطاهم هذا الحق ان يستوقفوا الناس. باستيقاف الناس ده سلطه من سلطات الامر الضبط القضائي ومخالفه للقانون الاجراءات الجنائيه. ليس من حق اي مواطن ان يعترض شخص او ان يتدخل في حريته الشخصيه او يطلب منه شيء يلزمه بشيء امر. فعشان كده الحقيقه تقدمنا بهذا البلاغ، يعني النيابه العامه بمكنتها وبسلطاتها تستطيع ان تجري تحريات وان تتقدم لها بوقائع معينه وتشوف هذا الوضع، لان وضع خطير جدا جدا. لم تتعود مصر على هذا الوضع. مصر احنا بلد استقرار، مصر بلد الامان، مصر الثوره النبيله ثوره 25 يناير خلقت فيها وضع جديد خالص. مش هيجوا لنا ناس يبهدلوا الدنيا بقى ويمشوا ورانا بالجلده ويأمرونا. طيب خليك معنا لحظه دكتور هشام، هل انتم تتهمون تيارات معينه بمحاوله توريط الحزب وتشويه سمعته من خلال ربطه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ اتهام تيارات ده مفيش خلاف عليه، لكن اتهام تيار بعينه انا ما اعرفش مين اللي بيعمل كده اصلا ولمصلحه مين. هل لمصلحه مصر ان احنا نلاحظ ان في كل مرحله من مراحل الانتخابات عندنا تبدا حمله تشويه متعمده لحزب النور بطريقه او باخرى؟ شيء مؤسف للغايه وشيء مؤلم ان احنا نتهم كل هذه الاتهامات وتنسب الينا كل هذه الاتهامات ونحن لا نعلم عن ذلك. وانا بسال السؤال ده ليه دكتور هشام؟ لان كان معانا الحلقه اللي قبل الماضيه الاستاذ نادر بكار المتحدث الرسمي اسم حزب النور، وكان قال ان احنا عرفنا مين اللي ورا هذه الصفحه لكنه لم يصرح. فهل سيادتك النهارده هتصرح لينا؟ لا مش هقدر اصرح، لكن هقول لحضرتك ان لكن انت ايضا تعرف من وراء الصفحه. طبعا، وتقدمنا ببلاغ لوزاره الداخليه وعملنا محضر رقم 1 احوال بتاريخ 1/1/2012 قسم جرائم الانترنت، واحنا محتاجين الجهات المختصه تكشف لنا عن اللي بيحصل ده. واضح جدا ومش شيء منظم بدليل النهارده تم السطو وحصل هاكر على الموقع بتاع الصفحه النسائيه لحزب النور عشان برضه يتم يتاخر. الكلام ده مش فاهم سببه ايه. هل ده برضه ليه علاقه بالانتخابات دكتور هشام؟ طبعا ما فيش شك. طبعا مساله انا مش فاهم ليه مش قادرين نحترم اراده المواطن المصري ونقنع بان هو حقه البسيط قوي انه يقول له اول مره في حياته انا نفسي اقدم مين. ليه بنحاول نعمل المحاولات المضنيه دي يا استاذ عمرو عشان نوصل للصناديق باي طريقه كانت؟ اللي حصل يا جماعه انا اؤكد لكم المره الاولانيه في المرحله الاولى لما تمت الحمله دي كانت النتيجه في المرحله الثانيه ان الحمد لله رب العالمين اعتبرنا دي دعايه مجانيه من قبل الناس اللي بيحاولوا يشوهونا وحصلنا على مقاعد اكثر. لكن لا يتصور عقلا ابدا ان اي انسان عاقل في الدنيا يعمل صفحه زي دي او يتصرف بهذه الطريقه. واحنا حزب سياسي ولنا شكل قانوني وبالتالي ما نقدرش نخرج عن دائره القانون. طيب هل ده معناه ان الحزب لن يسعى الى انشاء هيئه لدعوه تطبيق حدود الله في المرحله القادمه في مصر؟ طبعا ده حاجه ما تخصش الحزب ليه ضوابط شرعيه بيتعامل على اساسها. اما مساله الامور دي وكيفيتها دي موجوده العلماء، دي متروكه لعلماء الامه. احنا في النهايه لنا مرجعيه شرعيه نتعامل مع الامور وفقا للمرحليه، مؤمنين جدا جدا بالمرحليه، حتى واحنا بنطالب بتفعيل الماده الثانيه من الدستور مؤمنين جدا بالمرحليه ومقتنعين جدا بان هذا الدين اللامتين كما قال صلى الله عليه وسلم فاول فيه برفق. فاحنا مقتنعين بالرفق ومقتنعين بالاناه والتؤده والصبر وواحده واحده، وان الشعب ده شعب النهارده منحور ومدحور، شعب النهارده في امس الحاجه النهارده انه يستنشق عبير الحريه. ليه كل الضغوط دي كلها؟ لمصلحه مين؟ انا مش فاهم الحقيقه. لكن احنا براء تماما من هذا الكلام، واعتقد بعد الهكر اللي حصل النهارده على الصفحه النسائيه بان ان في اتجاهات سياسيه مختلفه النهارده من مصلحتها انها تشوه صوره الحزب لانها طبعا حاسه ان في فارق كبير شويه في التنافس. اتمنى الكلام ده يزول باسرع. استاذ نجيب، الاسانيد اللي حضرتك قدمت على اساسها البلاغ ايه؟
والله شوف احنا ما وصلنا من شكاوى من بعض الناس واحنا باعتبارنا منظمه حقوقيه من حقنا ان احنا ندافع عن الحريات العامه وايضا عدم انتهاك يعني يعني خصوصيات الناس الى اخره. ثم ان القانون والدستور بيكفل لاي مواطن بيرى ان هناك ما يهدد المجتمع وامن المجتمع والنظام العام في المجتمع ان يتقدم ببلاغ مثل ما تقدمت به، ايا كان حزب النور السلفي وانا احترمه كثيرا. المقصد من تقديم بلاغه سواء تبرئه نفسه او ان قد يكون هناك ما يرى ان هناك من يحاول افتاءات الحق في الفوز بالمرحله بالمركز الثاني. اشكره طبعا لانه يبدو ان الخط اتقطع. طيب. النهارده في واقعه غريبه جدا تعرض النقيب احمد سمير وجنديين من قوه قسم شرطه الطور في جنوب سيناء للاختطاف على يد مسلحين، وده رد فعل على قيام اجهزه الامن بالالقاء القبض امس على شخص قام بسرقه سوبر ماركت. المعلومات الاوليه بتقول ان مجموعه من المسلحين حاصروا القسم فجر اليوم واختطفوا الضابط والجنود لمساومتهم للافراج عن الحرامي، واقتادوهم إلى أحد المناطق الجبلية تحت تهديد السلاح.